السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كريب شندوتشات. هنعمل كريب شندوتشات، وهعمل بقى واحد كريب قرطاس او اتنين، وهنعمل شندوتشات برضو بالبطاطس. وهنمشي مع بعض على الفيديو خطوة خطوة كده، هتعرفي تعمليه، وهتعملي لي لايك، وهتعملي لي سبسكرايب، وهتعملي لي تفعيل القناة. بسم الله ما شاء الله. فعلي لي الجرس وعلقي لي كده لو عجبك الاكله الجميله دي، الاكله الصيفي جميله. يلا بينا على شرح الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض هنعمل كريب. عندنا نص كيلو لحمه اهو، وعندنا فلفل اخضر مخرطه، وعندنا البصل. هننزل بالبصل يتحمر بس كده. هنعمل احلى كريب، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه بالكريب ان شاء الله كده، هيطلع احلى كريب. طبعا هنحط عليها اللحمه المفرومه عشان كلها يتحمر مع بعض. نص كيلو لحمه. هنحط عليهم الفلفل الاخضر، وهحط بس البهارات بتاعتي. انا هحط لها فلفل، مش هحط اي بهارات تاني عشان طعم اللحمه ما يتغيرش. طبعا لازم نديلها نار عاليه، لازم تاخد نار عاليه علشان تشرب الميه بتاعتها، تشرب ميه اللحمه، ما يبقاش فيها ميه تبقى ناشفه. لازم نديها التعليه عشان ما يبقاش فيها ميه. انا عايزاها ناشفه، وعايزه البصله تكون متحمره. حطيت لها نص معلقه فلفل اسمر بس، ده اللي انا هحطه. واللحمه جايه من الدف رسل، والله حطيتها على طول لسه ما اتحكتش اهي. هنسيبها تاخد اللون بتاعها الغامق كده. انا عايزه اللون بتاعها يبقى اللون ده كده غامقه ومستويه جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. انا ما حطيتلهاش الا الفلفل الاسمر. يلا بينا نعمل الكريب، يلا بينا. انا هنا عندي بطين اهما، وعندي هنا نص معلقه ملح. انت لو عندك فانيليا حط فانيليا، ما عندكيش ممكن نستبدلها بفلفل اسمر، يعني ربع معلقه فلفل اسمر كده. وهنعمل 3 كوبايات لبن اهما، 3 كوبايات لبن، ومعاهم 3 كوبايات دقيق، مع نص معلقه ملح وبيضتين. طبعا هنحط اللبن في الخلاط 3 كوبايات، 3 كوبايات. وما ننساش ان احنا نحط معاهم كمان معلقتين زيت، ادي كده 3. هنحط معاهم 3 كوبايات دقيق زي ما احنا شايفين كده. عندك كبه، عندك خلاط، عندك مضرب يدوي، كله ماشي يعني. مفيش حاجه الكريب بيتعمل احسن من المحلات، وبطريقه كمان سهله جدا. طبعا حطينا كده 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات لبن. هنحط بعد كده؟ هنحط البيض اهو زي ما احنا شايفين. حطينا نص معلقه ملح، حطينا رشه فلفل. ما كان عندك فانيليا ممكن تحط الفلفل، يعني ممكن تستبدليها. وهناخدهم طبعا انا بعملهم في الخلاط، مش شرط، ممكن تعملوهم في الكبه، ممكن اللي هو بتاع اليدوي، ممكن اي حاجه يعني. سهله كل حاجه، وكل حاجه موجوده، بس الخلاط اسرع من بتاع اليدوي. يلا بينا هنطحنهم. طبعا عملناها في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولا هي خفيفه ولا هي تقيله، في المعقول. هنحطها في التلاجة بس 5 دقايق، وهنطلع نعملها مع بعض. هنعملها في بقى؟ انا ما عنديش تيفال، ولو انت ما عندكيش تيفال هنجيب صينيه المونيا عادي، مقلايه المونيا عادي، اي حاجه المونيا، وهندهنها زيت، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. طلعناه كده من التلاجة اهو، بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى انا ما عنديش تيفال، فانا هعمل الصينيه الكبيره دي. وعملت الشعله دي، الشعله انا هتهديها خالص، الشعله الصغيره. وهنا حضرت الكنين اللي هاخد بيه. وهنا لازم تجيبي حاجه نظيفه هنطلع عليها الرقاق اللي هو الكريب، وهنغطيه. يعني انا عملتها النص اهو زي ما احنا شايفين كده، النص اهو. اما هنا بقى، هنا هنجيب فرشه، وهنجيب الزيت اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنعمل مع بعض احلى كريب.
حطينا كده الصينيه كده على البوتاجاز زي ما احنا شايفين، وهندهنها زيت بالفرشه كده، وهندهنها ايه بالزيت علشان ايه العجينه بس ما تلزقش، رشه كده بس ايه. مش هنحط الكريب دلوقتي الا لما نشوف ايه ان الزيت ايه اصفرت يعني الصينيه من فوق شويه عشان ما يلزقش. يعني كل مره كده هندهنها بالفرشه اهو كده زي ما احنا شايفينها. نحطها كده في النص حطها في النص كلها مره واحده وهنقلب. زي ما احنا شايفين كده عملنا كميه بسم الله ما شاء الله. تطبقيها وتعمليها زي ما انت شايفه كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وهنحشيها بقى بعد كده. يعني احنا عملنا الكميه دي وهنحشيها. انت احسن من طريقه المحلات وخفيفه كمان. انا يعني الفيديو اللي انا كنت المفروض ان انا اصور فيه الكريب طلع كله التصوير بتاعه مش حلو، ف مشغله الكاميرا كنت على الفاضي، فانا عملته لكم اهون. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا محضره الحشو اهون، وهنا طبعا ايه زي ما احنا شايفين كده اهون الكريب اهون جميل جدا، وتقدري تعملي فيه اللي انت عايزه تعمليه. بسم الله ما شاء الله اهون. طبعا انا مش عايزه اعمله سندوتشات، انا بعمله بس بحط اللحمه في النص وبقوم لفاه وبقوم حاطاه في الصينيه اللي هي مكان اللفه الاخرانيه بتتحط ايه هي في الصينيه زي ما احنا شايفين كده اهو. زي ما احنا شايفين كده هنيجي كده من الجناب كده هنلفه كده اهو من الجناب اهو عشان ايه الحشو بتاعه ما يطلعش. انا بس عشان بس بصور بالتليفون. وهنحط كده الحشو في النص كده. بسم الله ما شاء الله. عايز تحشي اللي انت عايز تحشي اي حاجه. بنحط الحته اللي هي تحت دي بنحطها على الصينيه من تحت اهو كده. عملنا ايه اتنين اهما. انا مش عايزه اعمله اللي هو النظام الكريب لان انا كنت قبل كده عاملاه في القناه اللي هو الكريب العادي اللي بيجي زي بتاع يعني المحلات بالظبط. لا انا عايزه اعمل بس سندوتشات ايه كده طويله. واحد كمان اهون هنحط الكاتشب الحشو اهو في النص اهو، وهنقفل عليه. انا لازم نقفل عليه من الجناب كده اهون. هنقفل عليه يتقفل عليه كده من الجناب كده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. اللي هو بقى الجنب ده اللي احنا مقفلين عليه كده ده هون اهو، ده اللي هيتحط في الصينيه من تحت اهو. بنقفل عليه كده وبقوم حاطاه في الصينيه جنب بعض اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هنا طبعا عامله كريبايه كبيره جدا دي اللي انا هعملها زي بتاعه المحلات اخده الصينيه كلها هي. بسم الله ما شاء الله عليها. الكريب جدا يعني انت لو مشيتي على الفيديو بطريقه المقادير بتاعه الكريب بسم الله ما شاء الله هتطلعي معاكي كميه. طبعا زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ولسه برده بعمل وهخلص الكميه وهوريها لكم لان لسه ايه هنا بقى عندي ايه لسه هنحط لها الجبنه الموتزاريلا وهنحط لها الكاتشب في النهايه. طبعا مش هحط الكاتشب جوه مع اللحمه اللي هي المعصجه، لا انا هحطها بطريقه جميله جدا وهتعجبكم جدا بصراحه. انا بعمل الاكلات دي كده على طول في الصيف وبحب اسعد بها اسرتي يعني على طول تلمني كده بعملها وبحب ان انا اساعدهم. فهخلص الكميه وهنعمل كمان معانا بالبطاطس وهوريها لكم واحده واحده معايا. بطاطس مقليه كده بس اما اخلص الاول ايه من الحشو ده هعمل تاني ايه حاجات بالبطاطس كده هتعجبكم باذن الله وهتحبوا تعملوها للاطفال بتاعتكم ولاسرتكم وهتبقى جميله جدا. ده احنا كده هنكمل الحشو اهون. بسم الله ما شاء الله. معانا اللحمه المعصجه. انت عايزه تجيبي مكان اللحمه المعصجه سجق اي حاجه انت بتحبيها. فراخ اللي هي الصدور وانا عملتها قبل كده الكريب ده بالفراخ الصدور كانت طالعه جميله جدا. بس عملت الكريب اللي هو القرطاس ما عملتش السندوتشات. هم النهارده طالبين مني السندوتشات باللحمه المفرومه. طبعا انا كده خلصت اول صينيه اهو زي ما احنا شايفين. وهنا بقى ايه حطيت هنا معلقتين كاتشب على ربع معلقه زيت كده وهنقوم ندهن بها ايه هندهن بيها السندوتشات الجميله دي. هندهنها كده واحده واحده كده. بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده لو مشيت انت بالخطوه دي هتطلعها وتساعدي اسرتك بيها. طبعا عامله جنبها بطاطس محمره. وهنحشي برضو ايه سندوتشات لان الرقاق ما قضاش فانا جبت عيش صغير كده اللي هو العيش الابيض وهحشيه ايه بطاطس وبرده فات بلحمه معصجه. هعمل من ده ومن ده.
شايفين اللون والجمال؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. امشي بس بطريقه انت الفيديو وهي تطلع جميله. دي كده انا كده مولعه الفرن، وهنحطها ايه على الفرن. بس اما احط لها الجبنه الموتزاريلا وبعد كده ادخلها ايه على الفرن على الشبكه، يعني هي ما بتستحملش. ده طبعا الكاتشب، والكاتشب طبعا مستحب، ممكن تعمليه في البيت، ممكن تشتريه من السوبر ماركت. انا عشان الوقت كان عنده قصير، ان شاء الله كده هنزل لكم بعد كده فيديو ونعمل فيه الكاتشب مع بعض، بيبقى اوفر وانضف طبعا. كده لسه هنحط الجبنه الموتزاريلا زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هندخلها بقى الفرن على الشبكه، مش هنحطها تحت، على الشبكه تتحمر من فوق ومن تحت وتدي اللون كده، وهنطلعها على طول. طبعا انا هعمل الدوام بقى ايه قرطاس زي بتاع المحلات. اللحمه المفرومه هي المعصجه، حطيت عليها الجبنه الموتزاريلا، حطيت عليها الكاتشب اهي زي ما احنا شايفين اترش عليها، وهنعمله قرطاس برده. انا بحب الكاتشب اصلا في الكريب، بيبقى جميل جدا. وهنلفه مع بعض كده. يلا هنلفه مع بعض. ايوه بنجيب الطرف كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين؟ وهنحطه في الصينيه. شايفين منظره في الصينيه عامل ازاي؟ احنا بقى ايه جبنا خلاص هو كده الرقاق، يعني ال3 كوبايات بسم الله ما شاء الله اخدين ومطلعين كمان كميه حلوه. فطبعا احنا كمان هكمل بقيه الحشو، وهعمل برده سندوتشات بطاطس بالطماطم بالجبنه الموتزاريلا بالكاتشب، وهنحطه مع الكريب كده في الصينيه. طبعا العيش الابيض الصغير ده كلنا طبعا عارفينه، وبيبقى جميل جدا برده في السندوتشات. هندهنه الاول. طبعا حضرنا الزيت. انت لما تيجي تدهني الزيت لازم تعملي الزيت اللي هو الذره، مش اي زيت يبقى للسندوتشات دي، عشان الريحه بتاعت زيت التموين بتبقى باينه في الاكل. طبعا زي ما احنا شايفين كده حمرت البطاطس اهي، وعملت بقى ايه العيش الابيض كده، فتحت اهو من جوه، حطيت عليه فيه بطاطس. هنحط عليه كمان قطع زي ما احنا شايفين اهو. انا يعني على قد ما بقدر بوريكم. هنحط كمان قطع طماطم فيه. وبكده خلصت احلى اكله زي ما احنا شايفين كده. وعملنا القرطاس الكبير اهو بسم الله ما شاء الله زي بتاع المحلات. وعملنا السندوتشات بالعيش الابيض، حشيناها بطاطس وحشيناها طماطم وكاتشب وجبنه موتزاريلا، وكان زي ما احنا شايفين كده. وعملنا ايه طبق بطاطس جنبها محمر. وعملنا الطحينه. طبعا الطحينه دي كان على القناه لها فيديو ازاي بنتعمل الطحينه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ والله لو اوريكم الجمال بتاعتها. الله الله الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده يا ولاد؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. مستوي كده في الفرن وجميل جدا. وكمان في الصيف ده الاكله دي بتبقى جميله حلوه جدا في الصيف جدا، اللي بتبقى مريحه للمعده، وغير كده من غير صلصه ومن غير اي حاجه. اكله الكريب كلنا طبعا بنشتريها غالي، وبنشتري القرطاس بتاعها والله غالي جدا. فلما انت تعمليها في البيت اوفر لك وانضف كمان. زي ما احنا شايفين كده القرطاس بسم الله ما شاء الله، قرطاس كبير، لان اخد الصينيه كلها كريب جميله جدا زي ما انا وريتها لكم. واقول لكم ايه، اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا احلى غدوه واحلى اكله، احلى اكله بالكريبه والجبنه الموتزاريلا الجميله. شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله فيها. بسم الله ما شاء الله. يعني اكله والله انت لو مشيتي على الفيديو هتعمليها سندوتشات كده، وهتفرحي بقى اسرتك وتفرحي بيها اطفالك كلهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي.